الخير عليكم خوتي المغاربة. طنجة يا العالية عالية وبسواريها يا لالا. صباح الحال ودرت يديا في يديه عريش النعناع ديالي وليدي، وقررت ندير انا وياه جولة في المآثر التاريخية. وكانت المحطة الأولى كانت هي قبور البونيقية أو المقابر البونيقية، اللي في الحقيقة ملي مشينا نزوروها لقيناها عامرة بالسياح الأجانب اللي جايين كيديروا واحد الجولة كذلك في مدينة طنجة وفي المآثر التاريخية. وكانت يعني واحد المصدر إلهام ديالي لواحد الفكرة. أنا ما جيش ندير لكم هنا مرشدة سياحية أبدا، الكل عارف مدينة طنجة وعارفة بأنها تراث تاريخي متنوع وعريق. فقط اللي جلب الانتباه ديالي هاد المقابر البونيقية، للإشارة في أنه تم استفراغها منذ وقت طويل بعد أن تم اكتشافها سنة 1921. واللي ما عرفش الحروب البونيقية راه كانت في القرن الثالث قبل الميلاد، وإلا حسبتيها بواحد العملية حسابية يعني الإسلام فاش جا عندنا في القرن الثامن تقريبا، ودير 3 قبل الميلاد زائد 8 يعني 11 القرن بين مجيء الإسلام وبين هاد المقابر البونيقية اللي هي رجعت الحرب البونيقية. وهذا هو جوهر الموضوع ديالي، واللي كنتمنى اللي كيعرف الجواب على هاد التساؤلات ديالي يفيدنا بها والله يجازيه بخير. طنجة العالية، طنجة العالية، عالية وبسواريها أو ليلى، عالية وبسواريها أو ليلى، وعاري عليك تطوان، عاري عليك كذا، هي وماليها أو ليلى، هي وماليها أو ليلى، أنا الليلالي، أنا الليلالي، أراسي وما تزعلك وبقي، أراسي وما تزعلك وبقي، الليلي، أنا الليلالي، أراسي وما تزعلك وبقي، أراسي وما تزعلك وبقي، الليلي، أنا الليلالي، أراسي وما تزعلك وبقي، أراسي وما تزعلك وبقي. مغربنا زين، بلادنا زين، الله يحفظه الله يبعد عليه الأعداء. بالنسبة للتساؤل ديالي كنقول هو هل يعقل بأن سكان المغرب المور لم يسبق لهم أن قطعوا البحر إلى شمال البحر الأبيض المتوسط، يعني شبه الجزيرة الإيبيرية أو ما يعرف حاليا بإسبانيا؟ هل لم يسبق لهم أن قطعوا البحر إلى أن جاء طارق بن زياد وقطع بهم البحر، أم أن هناك لبس في الموضوع؟ لأن بالمنطق الحروب البونيقية بدأت في القرن الثالث قبل الميلاد، وشارك فيها سكان شمال إفريقيا كما تعلمون، وتمكنوا من عبور البحر الأبيض المتوسط. والدليل على ذلك هو محاصرة روما من طرف هانيبال القرطاجي في الحروب البونيقية الأولى. إذن هانيبال القرطاجي استطاع أو تمكن أو ساهم في العبور إلى أوروبا بواسطة جيشه الذي يتكون أغلبه من أمازيغ شمال إفريقيا، ووصل إلى روما أو إلى إيطاليا وانتصر، لدرجة أن الرومان اختبأوا في المغارات خوفا منه. وأنا ليس موضوعي هو الحروب البونيقية، موضوعي هو تنبيهكم إلى مسألة أن سكان شمال إفريقيا قبل الإسلام، من كنقول شمال إفريقيا من تونس إلى المحيط الأطلسي بدون استثناء، كل هؤلاء الذين كانوا في شمال إفريقيا قبل الميلاد كانوا بحارة، يعني كانوا متعودين على قطع البحر. لذلك لا يعقل ولا يمكن أن نمشي مع الطرح الذي يقول بأن العرب القادمين من الصحراء بالجزيرة العربية هم أول من قطع إلى الأندلس واستوطنها ونشر فيها الإسلام. بالنسبة للجملة الأخيرة نشر فيها الإسلام أتفق بطبيعة الحال، ولكن أن يكونوا هم من استولوا على شبه الجزيرة الإيبيرية، فربما هناك كتابات أموية، لأن الكتابات التاريخية بدأت خصوصا في العصر الأموي، وبعض المؤرخين حاولوا أن ينسبوا إلى
الدولة الأموية كل الأمجاد التي حققها المسلمين سواء في شمال إفريقيا أو غيرها. بمعنى أو بشكل أوضح أن الذي وصل إلى شبه الجزيرة الإيبيرية بطبيعة الحال هم سكان شمال إفريقيا، ولكن بما أنهم يعني دخلوا تحت راية الإسلام والقرآن وغير ذلك، فلم يكن هناك خلاف على أن ينسبوا ذلك إلى العرب الأمويين. كان الأمازيغ متعودين على عبور البحر منذ 11 قرنا بعملية حسابية بسيطة: 3 قبل الميلاد زائد 8 بعد الميلاد، يعني 11 قرنا. فلا يعقل أن يكون أجدادنا في المغرب أو في شمال إفريقيا لم يعبروا إلى أن جاء طارق بن زياد وعبر بهم البحر. هذا لا يتقبله العقل أو المنطق. وأتمنى من أي شخص يريد أن يناقش هذا الموضوع مشكورا أن لا يقوم بالخلط بين الإسلام وبين التاريخ. نحن لا نضرب في الإسلام، حاشا معاذ الله، نحن مسلمين ونتكلم باللغة العربية حبا في القرآن الكريم، لكن توضيح التاريخ فهو مسألة مهمة وأساسية. إذن مسألة أن طارق بن زياد وخطبته الشهيرة العدو من ورائكم والبحر أمامكم وإلى آخره، فهناك يعني من يقول بأنها خطبة مشكوك فيها وأن لا أساس لها من الصحة، خاصة وأن الجنود كانوا أمازيغ، لأن من جاء من شبه الجزيرة العربية كان عدد قليل جدا، يعني لا يتجاوز عددهم 100، يعني أن أغلب الجنود فقط كانوا أمازيغ وهم الذين عبروا إلى شبه الجزيرة الإيبيرية. بل أن هناك طرح آخر يقول بأن سكان شبه الجزيرة الإيبيرية هم أصلا المور الأمازيغ، فهم الذين سكنوا هناك واستوطنوه مع قبل القوط وقبل الوندال. على كل حال كتبقى هذه مجرد أطروحات ونظريات، ومن حقنا نفكروا بهذه الطريقة، لأن حتى واحد ما عنده الحق باش يمارس علينا الحجر الفكري أو الثقافي بحجة كلمات الفتنة أو ما شابه ذلك. إلى هنا انتهى الفيديو ديالي. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.